للمرة مليون حلقة الدم بتاعت منتخب مصر. يعني حسام حسن مش عايز يبعت اللعيبة، حلمي طولون عنده مشاكل معاه فمش هيبعت معاه اللعيبة. أصل أحمد حسن والحضري بيقلسوا على العميد الأصلي، فلما يزعلوا مع بعض فما يبعتلوش لعيبة وياخد اللعيبة اللي هو بيجيبها وما يركبش معاها الطيارة، فيروح المغرب طيارة خاصة المنتخب الأول والمنتخب التاني بيكونوا كلاس. اللعيبة اللي تتاخد ده زي أحمد الشناوي تاخد لحارس تاني، مش عايز يديله لعيبة. بيحصل إيه؟ بنروح هناك نتفضح، نخسر من الأردن 3-0 ونتعادل مع الكويت ونتعادل مع الإمارات ونروح. فضحت أبونا اللي عن أبو اللي جابته، فضحته اللي جابونا الله يخربكم، حسبي الله ونعم الوكيل. هاني أبو ريدة وحسام حسن وحلمي طولون وأحمد حسن والحضري وأي حد في كل نظام الكرة المصري اللي فضحنا وقال الأردنيين ولا الفلسطينيين ولا زمايلي هنا ولا السوريين، أي حد ياكلوا وشنا. محدش بيفهم أنت رايح المنتخب الكام، لعيبة مش معروف رأس أبوها مين. حسبي الله ونعم الوكيل.